بمكونات بسيطة ممكن نحضر أطيب أكلة بخلال نص ساعة، بمكونات موجودة إن شاء الله بكل بيت. شوفوا لي على هالمنظر، شي بشهي. تعالوا معي نتعرف على الأكلة. وهلأ هون عندي 4 كاسات رز بسمتي أو مصري مثل ما أنتم بتحبوا، وعندي شوية خضرة عبارة عن فطر، بندورة، بصل، توم، فلفلة خضراء، فلفلة حمراء، وأي نوع أنتم كمان بتحبوا حطوه ما في مشكلة. وهون كمان عندي صدر فروج او الفخاد، وهون عندنا زيت زيتون وشويه ذره والبهارات، وهدول كلياتهم متلون ان شاء الله بصندوق الوصف وبالتعليق الاول، وبالاضافه لمعجون الفلفله والثوم. هلا هون خلينا نبدا بتتبيل الفروج بشويه زيت زيتون والثوم والدبس فلفله وطبعا البهارات. بس بعد ما نتبلهم مع بعض ونحركهم كتير كويس نشيلهم بالبراد تقريبا ساعه لناخذ النكهه الطيبه. تبلت الفروج وجهزته وفرمت الخضره، اللي بده خسل واللي بده فرم، كل شيء صار جاهز. وهون حضرت طنجره ومعلقتين سمنه، وهلا بنضيف الفروج، وطبعا عم بشتغل على نار عاليه لحتى ياخذ نص استواء وبنسحبه. وهلا طبعا بالسمنه الموجوده بالطنجره بنضيف البصل وبنخليه ياخذ شويه استواء، بعدين بنضيف البندوره ورشه ملح. طبعا لتستوي البندوره عندي بنوطي النار وبنروح لنقع الرز. هون لنقع الرز بدنا مي غاليه ومعلقه ملح كبيره، وطبعا بنستنى 20 دقيقه عليهم. هلا هون استوت البندوره عنا كتير كويس، خلينا نضيف الفلفله الخضراء والحمراء ونضيف كمان الذره. هلا بنحركهم مع بعضهم بس ما بنخليهم يستووا، بس هيك مجرد تحريكه. وهلا بنضيف الفطر بنحركهم مع بعضهم، كمان الفطر ما بدي اياه يستوي. وطبعا مباشره رجعت الفرج. وهلا خلينا نروح لعيار المي. هلا انتبهوا، اول شيء المي لازم تكون سخنه كتير، وكل كاسه رز بتاخد كاسه مي. وانتبهوا العيار بنفس الكاسه اللي عيرنا فيها رز. طبعا بنحركهم كتير كويس مع بعضهم وبنظبط ملحها. وهلا بنتركها على نار عاليه لحتى الرز يشرب شوي المي، مو كتير. بعدين بنوطي النار مثل الشمعه وبنغطي الطنجره، ووقت بنغطي الطنجره بنعير 13 دقيقه، وبعد 13 دقيقه بنطفي النار وبنخلي الطنجره مغطايه لمده 10 دقائق او 15 دقيقه لحتى ناخذ هي النتيجه، رز نسري كل حبه بحبته، واكله بتشهي ولا اطيب من هيك. وشوفوا لي على هالمنظر، تعوا يا روحي انا، الريحه لحالها بالمكفى، شلون لو تذوقوا الطعم شي بيغرف القلب. بالعزايم بتتقدم، اكله بتتقدم لملوك. اذا عجبتكم لا تنسوا الاشتراك واللايك وتعليق حلو مثلكم، والسلام عليكم.